إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نشهد أن لا إله إلا الله الذي أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ويقول الله سبحانه وتعالى على لسان شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. هذه الحلقة هي جزء من حلقات مسارات الإصلاح والتجديد، وهي الحلقة إن شاء الله التي ستكون مخصصة للإصلاح الفكري والسياسي. كنا في الحلقة الماضية قد تحدثنا عن الإصلاح الديني، وهو أحد المسارات الكبرى فيما يتعلق بمسارات الإصلاح المجتمعي، ذلك أن المسارات حرصنا أن نقسمها إلى مسار إصلاح مؤسسي رسمي، وإلى مسارات إصلاح مجتمعي، وكل ذلك في إطار القرن الماضي أو القرن تحديدا الذي سقطت فيه الخلافة الإسلامية، الخلافة العثمانية، وما تبع ذلك من تداعيات. والسبب في ذلك أن ما نحن فيه في هذه الفترة لا نستطيع أن نتصور طبيعته، ولا نتصور حقيقته، ولا طبيعة العمل الذي يجري، ولا طبيعة الهيمنة والتسلط الخارجي، ولا طبيعة عمل أدوات القوى المستبدة التي تعمل على تحقيق الضبط والسيطرة على شعوبنا، إلا من خلال الرجوع إلى تلك المرحلة التي تشكل بشكل أو آخر الأرضية التي يمكن أن نقف عندها لننظر إلى واقعنا اليوم. الحديث عن الإصلاح الفكري والسياسي يعني صاحب نفس الفترة التي كنا نتحدث فيها عن السلطان عبد الحميد. هذه الفترة هي تقريبا نفس الفترة التي برزت فيها رموز وشخصيات يعتبرون رواد النهضة ورواد الفكر والإصلاح السياسي والفكري في هذه الأمة. ولا يكاد قطر من الأقطار أو منطقة من المناطق تخلو من رواد لهذا الإصلاح الفكري والسياسي. ومن الصعب جدا أن يعني يتم تناول في برنامج محدود أن يتم تناول كافة الرموز الفكرية والسياسية التي ساهمت في محاولات الإصلاح، محاولات التجديد، محاولات النهضة خلال الفترة الماضية. ولكن في نفس الوقت أيضا لا تكاد تخطئ العين الشخصيات البارزة والذين يعتبرون من الرموز التي يشار إليها بالبنان وفي مختلف الأقطار كما ذكرت. فإذا أردنا التحدث مثلا عن قضايا الإصلاح وقضايا الإصلاح الفكري والسياسي، لا يمكن مثلا أن تتجاوز محطة الإمام السيد محمد جمال الدين الأفغاني، لا يمكن أن تتجاوزه في محطات الثورة السياسية، محطات الإصلاح الفكري، مهما اختلفت معه اتفقت معه، لكن هو واحدة من المحطات مثلا الكبرى في هذا المسار. أيضا من الصعب جدا تجاوز الإمام محمد عبده ودوره كذلك في عمليات الإصلاح العلمي والإصلاح الفكري ومساهماته كذلك في هذا الاتجاه.
أيضا يمكن هذا على مستوى مصر مثلا، وإن كان الأفغاني إن شاء الله سنتكلم عنه بشكل أكثر تفصيلا، ولكن يصعب كما ذكرت أن تتجاوزه في هذه المحطة تحديدا. كذلك في المغرب أيضا، في المغرب العربي يصعب أن تتجاوز مثلا ابن باديس، هذا العالم الرباني الذي كان مجاهدا مجتهدا، يعني من الشخصيات الذين يجمعون صفة الجهاد والاجتهاد العلمي في التأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن العلماء الربانيين الذين حملوا هم الأمة وحملوا هم الرسالة. وعندما نقول حملوا هم الأمة بمعنى أنهم اندمجوا في مشكلاتها وعاشوا همومها، لأن كثير من العلماء قد ينزوي مهما بلغ علمه، ينزوي إلى زاوية من الزوايا فيقوم مثلا بالتعبد والتدريس على المستوى المحدود، ولا يعنيه بعد ذلك الأمة تحت استبداد أو الأمة تحت احتلال. ولكن هؤلاء الذين نتكلم عنهم عاشوا هموم الأمة بكل ما تعني هذه الكلمة. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الناس الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالربانية تقتضي التعليم المصاحب للعمل، التعليم المصاحب للعمل. فهؤلاء الذين نذكرهم ساهموا بشكل كبير جدا في مقاومة المحتل، وساهموا بشكل كبير في وعي الأمة والحفاظ على هويتها والحفاظ على دينها. كذلك مثلا لا يكاد الإنسان يتجاوز مثلا خير الدين التونسي أيضا في المغرب العربي، وكذلك آخرين على كل في المغرب كثيرين جدا. وأيضا نلاحظ من الصعب جدا في ديار الشام مثلا أن تتجاوز محمد رشيد رضا، هذا العالم الفذ الذي فعلا أسهم مساهمات كبيرة في الإصلاح الفكري والإصلاح السياسي. وكنا قد تحدثنا في حلقات ماضية أيضا عن بعض الشخصيات التي كان لها أيضا دور كبير فيما يتعلق بالنهضة وبالإصلاح الفكري والسياسي، مثل شكيب أرسلان تحديدا، كان من الشخصيات البارزة التي لا تغطيها العين. أضف إلى ذلك أيضا في ديار الشام وخاصة في منطقة حلب ووصولا إلى مصر أيضا لا تكاد العين تخطئ مثلا عبد الرحمن الكواكبي ودوره كذلك ومناهضته للاستبداد ومحاولات الإصلاح السياسي. هذه باختصار ربما يعني خاصة في المنطقة العربية كانوا هؤلاء أكثر بروزا وأكثر فاعلية، وكان لهم دور عموما في اتجاهين أساسيين. المسار الأول هو مسار الإصلاحات الفكرية ومسار العودة إلى كتاب الله والعودة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتلمس المشكلات الحقيقية للأمة. وهذه مهمة المفكر، يعني مهمة المفكر هو الغوص في أعماق الواقع لتحديد المشكلات المجتمعية في كل أبعادها، بحيث يبرزها المفكر ويظهرها للرأي العام ويكشفها، ثم يأتي بعد ذلك أن يتعامل معها الفقيه أو يتعامل معها السياسي أو يتعامل معها على كل ما يتعاطون الواقع بشكل نظري أو بشكل مادي. هذا باختصار يمكن بعض الرموز التي يعني أردت أن أشير إليها في بداية الحلقة حتى نتصور من هي الشخصيات التي سنحاول إن شاء الله أن نركز عليها في هذه الحلقة. ذكرت أول الشخصيات المهمة جدا في هذا المسار هي شخصية جمال الدين الأفغاني. كثير من طلابنا وفي مدارسنا والناس يدرسون هذه المرحلة التاريخية يتم تناول شخصية جمال الدين الأفغاني باعتباره شخصية مناهضة للاستعمار، وبلا شك هو من أبرز وأقوى الشخصيات التي كان لها الدور البارز في مناهضة الاحتلال وخاصة الاحتلال البريطاني. فهو من أكثر من حاول أن يناهض الاحتلال ويواجه السياسة البريطانية في مختلف المواقع، حاول أن يبذل في ذلك جهدا كبيرا. ولكن دعونا نرجع قبل أن ننظر إلى هذا التأثير ومن أين أتت أصلا لجمال الدين الأفغاني كراهية المحتل وكراهية البريطانيين تحديدا، ولماذا ظل في كل مكان كما يقال حيثما حل جمال الدين الأفغاني إلا وقامت ثورة، خاصة على البريطانيين، يعني أي مكان يكون فيها جمال الدين الأفغاني إلا وتعقبها ثورة سواء عند قدومه أو عند خروجه منها. يعني هذه كانت الشخصية جمال الدين الأفغاني، وبالتالي كان باختصار شديد يمكن أن نقول بأنه الشخصية التي حملت لواء الثورة السياسية في مقاومة المحتل. يعني جمال الدين الأفغاني كان هذه الفكرة المركزية عنده. يعني يمكن أن نختصرها في ركنين أساسيين. الركن الأول مناهضة الاحتلال ومقاومة سياسات المحتلين البريطانيين، وفي نفس الوقت العمل على تقوية وتعزيز الأمة المسلمة من خلال طرحه لفكرة الجامعة الإسلامية. ونحن في هذا البرنامج تناولنا أثناء الحديث
عن السلطان عبد الحميد تناولنا فكرة الجامعة الإسلامية، وهنا سنلاحظ بأن هذه الفكرة تحديدا كانت هي الفكرة الجامعة بين السلطان عبد الحميد وبين جمال الدين الأفغاني. نشأ جمال الدين الأفغاني، ولد ونشأ ابتداء في بداية عمره إلى العقد الثاني تقريبا، ولد في ولاية أو في منطقة كونر المعروفة على بعد يعني تقع تقريبا شرق كابول. ثم كانت أسرته من الأسر الهاشمية الحسينية، أي ينتسب نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الأسرة تحكم ولاية وتحكم منطقة كاملة، وتم على كل اجتياح هذه المنطقة. ثم بعد ذلك سقطت إمارة هذه الأسرة الهاشمية اللي هي أسرة الأفغاني، ثم رحلت الأسرة إلى كابول، وفي كابول أيضا بدأ جمال الدين الأفغاني رحلته العلمية، فدرس الفقه ودرس الأصول ودرس الشريعة، ثم درس المنطق والفلسفة، على كل ما كان متاح من علوم متعلقة بالعلوم الشرعية والعلوم الكلامية في ذلك الوقت، إلا وقد تلقاها جمال الدين الأفغاني في وقت مبكر وكان نابغا فيها. يعني كان من الشخصيات التي اتسمت، يعني عمره 18 سنة تقريبا أكمل معظم هذه الدراسات المتعلقة في بلده. ثم بعد ذلك ذهب إلى الهند ودرس دراسات الحديثة العلوم العصرية وتفوق فيها، يعني هناك درس تقريبا معظم العلوم ودرس اللغات. والرجل على كل نبغ في وقت مبكر، ثم عاد مرة أخرى إلى أفغانستان، ووجد طبعا وقتها كان الاحتلال البريطاني محكم قبضته على ديار الأفغان وعلى ديار الهند، وهذه المنطقة كلها تقريبا شرق آسيا كانت وقتها طبعا فيها ممالك إسلامية وولايات إسلامية تابعة للخلافة. ولكن وجد جمال الدين بأن هنالك صراع في مواجهة البريطانيين، وعلى كل انضم إلى هذه المسيرة وانضم إليها سياسيا وعسكريا، فهو شارك في مقاومة مسلحة وشارك كذلك في العملية السياسية الثورة السلمية التي كانت تناهض البريطانيين في ذلك الوقت، إلى أن وصل جمال الدين الأفغاني في بلده تقريبا رتبة رئيس وزراء في ظل إمارة من الإمارات. بلغ به الأمر إلى أن يكون الرجل الأول في تسيير الدولة الأفغانية. ولكن لوحظ أيضا الصراعات الداخلية بتحريض البريطانيين ونفوذهم في ذلك الوقت، أيضا أطيح بالدولة التي كان يقيم عليها جمال الدين الأفغاني. من هنا يمكن أن نقول بأن جمال الدين الأفغاني كان ينظر إلى أن حيثما دخلت بريطانيا إلا ودخل الدمار ودخل الاستبداد ودخل التدمير ودخل التفريق ودخلت عموم الحروب الداخلية في المجتمعات، فبدأت عنده عقدة في وقت مبكر من السياسة البريطانية، وحمل يكاد يكون أخذ على عاتقه باعتبارها رسالة بالنسبة له أن يواجه بريطانيا حيثما كانت. وفعلا بعد أن أطيح بدولته في أفغانستان والدولة التي كان يشارك فيها، أيضا فكر بأن يخرج إلى الهند، ووقتها أيضا كانت بريطانيا مسيطرة على الهند. هناك على كل جمال الدين الأفغاني، حتى ألخص باختصار، حيثما نزل كانت شهرته العلمية والسياسية سابقة له. يعني إذا نزل في أفغانستان، إذا نزل الهند، إذا نزل إيران الدولة الفارسية، إذا نزل الجزيرة العربية أرض الحرمين، إذا ذهب إلى الأستانة في إسطنبول، إذا ذهب إلى مصر، إلا ونجد أن جمال الدين سمعته السياسية وسمعته كذلك العلمية كانت سابقة له. فعندما ينزل في مكان من الأمكنة إلا ويتوافد إليه طلبة العلم والعلماء لينهلوا من علمه ويقتبسوا من روحه الثورية المقاومة للمحتل. فدخل إلى الهند، ومجرد دخوله الهند كما ذكرت بدأت أيضا التحركات الثورية السياسية في مواجهة المحتل البريطاني. وهنا طبعا بريطانيا لم يرق لها الأمر، وهي تدرك خطورة جمال الدين، تدرك ذكاءه وتدرك أيضا مخاطر وجوده في الهند. فعلى كل تم تقييده وأرسل إلى مصر، ووقتها كانت على كل مصر أيضا تحت النفوذ، يعني كان لبريطانيا نفوذ كبير في مصر في ذلك الحين. جاء إلى مصر ولم يمكث بها طويلا، ولكنه أيضا استقبل استقبالا واحتفى به أهل الأزهر واحتفى به العلماء في مصر، ولكن كانت فترة بسيطة لا تتجاوز يمكن الشهرين أو أقل، ثم توجه إلى الأستانة، وهو يدرك بأن مركز الخلافة ومركز الدولة الإسلامية يمكن أن يكون التأثير والآراء التي كان يطرحها جمال الدين الأفغاني. هذه الآراء إن شاء الله التي سأقف عليها بعض الشيء كانت بالنسبة له مهم أن يصل فيها إلى الدولة
الدولة العثمانية ومركزها، وصل عموما إلى الأستانة واستقبل كما ذكرت، وكان معروفا، كان يعرفه رجال العلم والفكر والفقه والشريعة، وكان أيضا مشهورا عند الساسة، فاستقبل على كل في الأستانة. ولكن كما نعرف إن كل ذي نعمة محسود، هنا في الأستانة برز بروزا قويا، فتحسس منه عموما، تحسست منه المشيخة، وهذه واحدة من الإشكالات الكبيرة التي تواجه رجالات التجديد والإصلاح. القوى التقليدية دائما التي هي لها صلة بالسلطان بشكل أو آخر، ومرتبطة في حركتها بأن يكون المجتمع على ما هو عليه، ولا تحصل فيه نهضة ولا تحصل فيه عمليات تجديد، لأن عمليات التجديد والنهضة بطبيعتها تقلب المجتمعات كثيرا يحصل فيه عمليات تقديم وتأخير. فعلى كلنا المشيخة هنا في اسطنبول خشيت على نفوذها وعلى مكانها، وخاصة بعد أن علمت بأنه تم تكليف جمال الدين الأفغاني من السلطان في ذلك الوقت بأن يكون عضوا في المعارف ليقوم بعمليات الإصلاح التعليمي والإصلاح الفكري والمناهج. وفعلا قام جمال الدين الأفغاني بجملة من الإصلاحات هنا على مستوى الدولة المركزية. ثم بعد ذلك على كل طرد أيضا من هنا نتيجة هذه الوشايات والإشكالات، فأبعد، فعاد مرة أخرى إلى مصر. وهنا في مصر طبعا كما ذكرت كان له أرضية وكان له أتباع وكان له تلاميذ، وآثر على كل أن يجعل من بيته منطلقا علميا، وألا يدخل في المؤسسة الرسمية الأزهر في ذلك الوقت. ما كان يدخل الأزهر إلا زيارة فقط، وكان يزوره في كل جمعة، ولكن أسس هناك أرضية تعليمية، حيث كان عميقا جدا في الفلسفة والمنطق وعلم الكلام، وكان أيضا عميق جدا في تشريح الواقع السياسي والاجتماعي ومخاطر الوجود الأجنبي. وهنا طبعا حصلت في مصر في تلك الفترة التي كان هو فيها، حصلت أيضا نزاعات داخلية ما بين بعض عناصر القصر، فكان على كل كانت هنالك الثورة العرابية كما هي معروفة، الثورة العرابية. هذه الثورة يبدو أن جمال الدين الأفغاني كان هو ومحمد عبده من الشخصيات التي مالوا إليها وانحازوا إليها ووقفوا إلى جانبها. وعموما هذا أدى في نهاية المطاف إلى أن بريطانيا أيضا، لأن الثورة العرابية كانت عموما ضد النفوذ الأجنبي وضد النفوذ البريطاني، وكانت تسعى إلى التحرر، ولكن لم يسمح عموما للاستمرار بالنسبة لجمال الدين، فتم نفي جمال الدين أيضا مرة أخرى. وهنا كانت عينه على أوروبا، ويبدو أنه اختار أوروبا. وهنا تأتي قضية أنه كان ينظر إلى أن ربما هوامش الحرية في كل من باريس ولندن أكثر بكثير من الحالة التي هو شاهدها في المنطقة العربية. فعلى كل ذهب إلى لندن ومكث بها فترة طويلة، ثم ذهب بعد ذلك إلى باريس، وهنا التحق به تلميذ الشيخ محمد عبده. والشيخ محمد عبده أيضا من مصر كان نفي إلى بيروت، ومن بيروت أيضا التحق بشيخه جمال الدين الأفغاني، والتقى الرجلان هناك وأسسوا في أرض الغربة، أسسوا اللي هي أسسوا حركة سموها حركة العروة الوثقى. ويبدو كان الحركة هي موجودة في المنطقة العربية والإسلامية قبل أن يذهبوا إلى هناك، يعني هم مؤسسين هذه الحركة، ولكن عندما ذهبوا إلى أوروبا أسسوا هناك مجلة سموها العروة الوثقى. هنا نلاحظ بأن العروة الوثقى كانت لسان معبر ولسان معارض، وفي نفس الوقت يطرح الأطروحات التجديدية الفكرية، ويطرح في نفس الوقت وهو كأنما هنا مدركين مشكلات الأمة الداخلية، قضايا التقليد، قضايا التمذهب، قضايا غياب التجديد، غياب الفاعلية المجتمعية داخل المجتمعات المسلمة، وفي نفس الوقت أيضا قضايا وجود الاحتلال. فكانوا يقومون بمهمتين أساسيتين، هي مهمة المناهضة للاحتلال، وكذلك مهمة الخروج عن التقليد، الخروج عن التمذهب، محاولات التجديد، النهوض بالعقل المتجمد الذي لفترة طويلة جدا ما كان يتسع لأقوال على الأقل تنهض بالأمة وتجيب عن التساؤلات في النوازل. هنا على كل بدأت أيضا الحكومة البريطانية بحكم سيطرتها. لاحظوا الآن بريطانيا في هذه اللحظة التاريخية كانت مسيطرة على الهند ومسيطرة على أفغانستان، وإلى حد ما هوامش الجزيرة العربية أيضا كانت متواجدة فيها، مسيطرة على أيضا السودان من خلال الوجود المصري. ومصر نفسها تقريبا أخرجت من معادلة الأمة لأن تسيطر عليها تارة فرنسا وتارة أخرى بريطانيا. فعلى كل لاحظ البريطانيون بأن مجلة العروة الوثقى تعمل على استنهاض الأمة واستنهاض شعوبها
وتغرس فيهم روح المقاومة وعدم القبول بالذل والهوان والاستكانة والمسكنة. وكانوا يقولون بأن عليكم أيها الشعوب مناهضة الاحتلال في كل مكان، لا تقبلوا به. فكان تقريبا كل من توجد معه في مصر مثلا، توجد معه مجلة العروة الوثقى، كان يحاكم مثلا بمبلغ من المال، يعني 5 جنيهات أو كذا غرامة مالية يدفعها الإنسان الذي توجد معه. إلى ديار الهند، المسلمين في الهند كانت هذه المجلة تتسع عموما لتصل إلى مساحات واسعة، وكان القائم عليها رئيس التحرير كما يقال، هو قائمين عليها جمال الدين الأفغاني من جهة وتلميذه محمد عبده من جهة أخرى. ومن هناك لاحظ السلطان عبد الحميد بأن هذه الأفكار التي يحملها كل من جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، لاحظ بأن هي أفكاره وهي أطروحاته، فكرة الوحدة الإسلامية، الجامعة الإسلامية، قوة الأمة، استنهاض الأمة، مقاومة الاحتلال، هذه أفكاره. فلماذا لا يحاول أن يستدعي هؤلاء ويحاول أن يتفاهم معهم؟ فعلى كل تمت دعوة جمال الدين الأفغاني في الأيام الأخيرة للسلطان عبد الحميد، وأتي به عموما إلى أرض، جيء به إلى الأستانة. ولكن قبلها نلاحظ بأن جمال الدين الأفغاني، حتى تكون الصورة واضحة، يعني حركة الرجل شملت كل المنطقة، يعني زار تقريبا، جاء من أفغانستان، ذهب إلى مصر، ذهب إلى الحجاز، ثم دخل أيضا إلى الأستانة، طرد منها، عاد إلى مصر، ذهب إلى باريس، من باريس ذهب إلى إيران مرة أخرى، وحاول أن يحدث هنالك أيضا إصلاحات كبيرة جدا فيما يتعلق بالبناء الدستوري والسياسي. والرجل كانت هذه المسألة مسيطرة عليه، قضية الإصلاحات الدستورية والسياسية. ثم أيضا ذهب بعد ذلك إلى روسيا وعاد، وكان في كل تجواله الرجل يحاول على كل أن يكون مؤثرا وحاضرا في المشهد الفكري والسياسي. أخيرا على كل انتهى به المقام انتهى به المقام في الأستانة، وقابل السلطان عبد الحميد. هنا نلاحظ في مذكراته عموما، مذكرات الخواطر لجمال الدين الأفغاني، يحكي الكثير من مقابلاته مع السلطان عبد الحميد، ويذكر بأنه ناقش معه الإصلاحات الدستورية، وناقش معه الإصلاحات السياسية، وناقش معه قضايا البرلمان، وأكد معه على كثير من هذه الإصلاحات بأن مرتكزها ليس هو التأثر بالغرب، ولكن مرتكزها هي أنها جزء من ديننا. قول الله تبارك وتعالى: وأمرهم شورى بينهم، وأن تكون الأمة مالكة لأمرها، وأن تكون الأمة تختار حكامها. هذه كلها على كل كانت قضايا يركز فيها، ويقول: كان يستمع إلي السلطان عبد الحميد غاية الاستماع. ولكن كان يعيب على السلطان عبد الحميد بأنه والله يحسن الاستماع الجيد، ولكنه قليل العمل بما كنت أتوصل إليه، يعني أحكي له بعض الأمور، ولكن يقول يرفض أن يأخذ بما أطرح. حتى أنه في محطة من المحطات طرح على السلطان عبد الحميد جملة من الأفكار والإصلاحات، وطرح له فكرة مهمة جدا في استعادة الخلافة وإعادة هيكلتها، وهي فكرة ما يمكن أن نسميه الآن بالولايات المتحدة. يعني طرح له بأنه والله يا أخي، لماذا نكون نحن في إطار الخلافة شديد المركزية السياسية والإدارية؟ لماذا والله إذا أراد شخص والله والي في بغداد إن هد له جدار من الجدر، لا بد أن يرسل رسالة مثلا إلى الأستانة ليتم الإصلاح. يقول: اتركوا الولايات، اعطوها صلاحيات مالية، صلاحيات إدارية، صلاحيات سياسية وتشريعية، ثم أنتم قوموا كعثمانيين بالدور المركزي لهذه الولايات. على كل هذه الفكرة كانت من الأفكار الجميلة جدا التي تعتبر نموذج عملي لكيفية رؤية جمال الدين الأفغاني لفكرة الجامعة الإسلامية. يعني نموذج الجامعة الإسلامية الذي طرحه لم يكن نموذجا يوتيوبيا يعني مثاليا، يعني لا علاقة له بأرض الواقع، لا، طرح أفكار، والله قال لهم نعمل خديوية في مصر، خديوية في الجزائر، خديوية في طرابلس، خديوية في المغرب، خديوية في السودان، بمعنى ولايات تابعة في نهاية المطاف. يمكن أوصلها إلى 30 من الخديويات، هذه كلها أشبه ما تكون بولايات متحدة إسلامية تنشأ في ظلها. فكان يرى أن هذا سيكون محفزا لأهل الولايات على أمرين: الأمر الأول الارتباط بالدولة المركزية وهي الدولة العثمانية من جانب، والأمر الثاني كان ينظر إليها بأن هذا الأمر سيؤدي إلى النهضة والتنمية، لأن الوالي سيكون قريب من أهله ومن شعبه ومن موارده، وبالتالي سيكون من جهة موالي مركزيا للدولة المسلمة باعتبار العلاقة الدينية والسياسية، وفي نفس الوقت يكون قريب من مجتمعه يقدم لهم الخدمات. فكانت على كل هذه واحدة من النماذج التي
طالب بها السلطان عبد الحميد، طالب بها جمال الدين للسلطان عبد الحميد، ولكن السلطان كان رده على هذه الفكرة، قال له: يا جمال الدين لقد فات الوقت. نكتفي بهذا القدر ونعود إليكم بعد الفاصل، فكونوا معنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدون الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بإذن الله تعالى فيما بدأناه من الحديث عن قضية الإصلاح الفكري والسياسي من خلال شخصية أحد رموز الإصلاح والتجديد والثورة في الفترة التي سقطت فيها الخلافة العثمانية، وكان أحد رواد النهضة كما ذكرت وهو جمال الدين الأفغاني. ذكرت بأن لقاءه مع السلطان عبد الحميد كان لقاء مثمرا من حيث المناقشات، ومن حيث كذلك التقاء رجل مفكر وفيلسوف إلى حد كبير مع شخصية مهمة، وهو الرجل الأول في السلطنة وفي الخلافة وهو السلطان عبد الحميد. ولقد شهد جمال الدين الأفغاني في مذكراته يقول: ما رأيت أكثر ذكاء وحدة واستيعابا للمخاطر وأكثر وعيا لما يدور حوله مثل شخصية السلطان عبد الحميد. ولكن كان يعيب عليه عموما، كان يعيب عليه أنه شخصية فيها نوع من الضعف وفيها نوع من عدم أخذ الأمور بقوة. ولكن هنا نلاحظ بأن الخلاف الذي كان يجري دائما بين السلطان عبد الحميد وبين شخصية جمال الدين الأفغاني تتمثل في شخصية المفكر والفيلسوف الذي دائما يرنو إلى المثال وإلى ما ينبغي أن يكون، وما بين شخصية السياسي الذي تميل إلى المعطيات الواقعية وأخذ الأمور بحساسية مفرطة فيما يتعلق بالحسابات. فهذا شخصية ثورية يطمح للكمال، وهذا شخصية سياسية واقعية تنظر إلى الواقع وتتعامل معه بحسب الإمكان وبحسب المعطيات. ولذلك هذه النقطة على وجه التحديد كانت من النقاط المؤثرة جدا في العلاقات ما بين جمال الدين الأفغاني وما بين السلطان عبد الحميد، حتى أن السلطان في فترة من فترات كلف جمال الدين الأفغاني بتولي مهمة مشيخة الإسلام اللي هي كانت أعلى منصب ديني، وقال له: تولى أنت مشيخة الإسلام وقم فيها بالإصلاحات. كأنما السلطان عبد الحميد أراد من جمال الدين الأفغاني أن يقوم بالإصلاح الفكري التعليمي التربوي اللي هو التأسيس التحتي، وهذا يمكن كان أقرب إلى منهج محمد عبده كما سنأتي إليه. ولكن شخصية جمال الدين ما كانت تنظر إلى المسألة بهذا الشكل، هو كان يريد منصبا سياسيا، يعني كأنما كانت عينه على رئاسة الوزراء أو ما يسمى بالصدر الأعظم اللي هو رئاسة الوزراء، أكثر يعني أن يكون الرجل الثاني في الدولة وله منصب سياسي وتنفيذي. ولكن هنا نلاحظ بأن تطلعات جمال الدين الأفغاني كانت تقف أمام تقييمات السلطان عبد الحميد. فالسلطان عبد الحميد كان ينظر إلى ثورية الأفغاني بأنها لا تتناسب مع طبيعة الدولة في مراحلها التي كان يقودها السلطان عبد الحميد، من حيث الضعف، من حيث الرتابة، من حيث عمليات الاختراق الهائلة جدا، من حيث وجود إشكالات داخلية هائلة. كل ذلك يبدو أن جمال الدين الأفغاني ما كان يدرك أو ما كان يعني يتوافق مع السلطان عبد الحميد في تقييمه، وكان يرى أن والله متطلبات الثورة السياسية تقتضي الثورة السياسية الداخلية والثورة السياسية الخارجية لمقاومة المحتل لا يمكن أن تكون بالعقلية التي يتعاطى بها السلطان عبد الحميد. وعلى كل كما ذكرت بأن الاختلاف أقرب إلى أن يكون اختلاف بين مفكر وسياسي، وفي نهاية المطاف غالبا الثوري يضيق بهذا النوع من التعاطي وقد يفارق الحالة وقد يعتزل ويذهب إلى غير ذلك. على كل كانت هذه بعض الأفكار الكبيرة والمهمة التي استطاع على كل أن
يطرحها جمال الدين الأفغاني للسلطان عبد الحميد تحقق بلا شك جزء كبير من الإصلاحات فيما كان يطمح إليه. فكثير من الأفكار التي طرحها جمال الدين الأفغاني كانت أفكار أساسية تبناها السلطان عبد الحميد، مثلا ربط البلاد الإسلامية مثلا بالسكك الحديدية، وهذه كانت فكرة أيضا مهمة جدا لها علاقة بفكرة الجامعة الإسلامية، بحيث والله الأمة إذا لم تكن متصلة ببعضها وكان هنالك انقطاع وتباعد يؤدي بطبيعة الحال إلى أن لا يكون هنالك الشعور والانتماء إلى الدولة المركزية. فعلى كل قام السلطان عبد الحميد بفكرة أساسية جدا، وهي ربط الأستانة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، باعتبار هذه أهم منطقتين إنجاز التعبير بين العاصمة السياسية والعاصمة الدينية. فوصل تقريبا طريق السكك الحديدية إلى المدينة المنورة، وهناك طبعا انتهى الوضع، لكن كانت الخطة أن يدخل إلى مكة ثم يدخل بعد ذلك إلى صنعاء. كانت هذه هي الرؤية، وكانت هذه واحدة من الأفكار الأساسية التي كان يطرحها جمال الدين الأفغاني. لا أغادر حقيقة منصة أو محطة جمال الدين الأفغاني قبل أن أختم الحديث عنه برؤية جمال الدين الأفغاني ومناهضته للإنجليز والبريطانيين في المسألة المصرية والمسألة السودانية تحديدا. يعني عندما نقول المسألة السودانية والمصرية كانت إلى حد كبير طبعا، يعني مصر كان ترأس السودان وترأس مصر في نفس الوقت، وكانت تنظر إلى هذه الوضعية بهذا الشكل، يعني كان السودان تابع لمصر بشكل كبير. هنا نلاحظ بأن الفترة التي ذهب فيها أو كان فيها جمال الدين الأفغاني في مصر كان من أهم الأهداف الأساسية لجمعية العروة الوثقى. هذه الجمعية كان الهدف الأساسي لها فكرة الوحدة الإسلامية، فكرة تحرر الأمة من بريطانيا، وتحديدا كانوا محددين الهند ومصر والسودان. يعني جمعية العروة الوثقى كانت يعني تنظر إلى هذه البلدان الثلاث، إذا تم تحرير بريطانيا من هذه البلدان فإنه يمكن أن لا تتوقل بعد ذلك في مناطق الأخرى مثل الحجاز ومثل الشام ومثل العراق. فكانوا يريدون تحرير مصر والسودان والهند من قبضة المحتل البريطاني. في هذا التوقيت تحديدا قامت حركة الثورة المهدية في السودان. عندما قامت الثورة المهدية في السودان بريطانيا ارتبكت ارتباك شديد جدا، وهي طبعا تواجه مشكلات في الهند وتواجه مشكلات في أفغانستان، وإذا بها الآن تواجه بمشكلات في الخلفية الأساسية لجمهورية مصر أو للدولة المصرية التي كانت وقتها تحت النفوذ البريطاني. فعلى كل هنا طبعا من خلال كتابات جمال الدين الأفغاني وتحذيراته فقد حذر البريطانيين، وهم يجهزون طبعا العدة ويجهزون العتاد لمواجهة السودانيين البسطاء في ذلك الوقت، ما كانوا يسمون بالدراويش اللي هي الدولة المهدية أو الثورة المهدية. فبريطانيا تجهز عتادها، وإذا بجمال الدين الأفغاني يكتب مقالات خطيرة وكبيرة، وفي نفس الوقت يحذر البريطانيين من التعامل بهذا الشكل مع الشعوب المسلمة وخاصة الشعب السوداني. هنا طبعا من اللطائف التي حقيقة لفتت نظري وأنا أقلب في سيرة جمال الدين الأفغاني ومواقفه مع البريطانيين. قلنا بأن البريطانيين استدعوه إلى بريطانيا، وهناك طبعا بدأت المناقشات معه حول ما يكتبه عن الثورة في السودان ورؤيته للحالة المهدوية وما هي نصائحه وكيف يرى التعامل مع هذه الحالة. فعلى كل كان يحذرهم من أي تدخل عسكري في السودان، وأن محاولات التدخل العسكري ستؤدي بكم في نهاية المطاف إلى كوارث. وسبحان الله حتى أنه أخبرهم بأن جنرالهم غردون هذا سيكون في خبركان. فطبعا هذه المسألة هزتهم بشكل كبير، وأخيرا قالوا له ما هي رؤيتك؟ قال لا بد أن تتركوا الأمر، ليس لكم من أمر السودان ولا أمر مصر شيء، أخرجوا من مصر والسودان وأنتم لستم مع المعنيين بهذه المنطقة. هنا نلاحظ طبعا حصل شيء غريب جدا، وهو اللورد ساليسبوري. طبعا ده واحد من اللوردات اللي كان هو وتشرسل تقريبا يديرون المشهد في مصر والسودان. استدعيا جمال الدين ليسألاه عن رأيه في المهدي وظهوره إذ ذاك، وهو قد سافر كما ذكرت إلى لندن واجتمع بهما، وهناك أفاض بتوضيح الغوامض وأطلعهم على المواقع الخطأ في سياسة إنجلترا خصوصا نحو دول عالم المشرق الإسلامي. وهنا طبعا حصلت كما ذكرت يعني مسألة
شوية كانت مستفزة بالنسبة لجمال الدين الأفغاني، حيث أن بريطانيا في هذه اللحظة القيادات تشرسل وصاحبه عرضوا على جمال الدين الأفغاني، قالوا له أنت والله أكثر شخصية الآن فاهم الوضع وتعرف كيفية التعامل، فما رأيك نبعثك للسودان حاكما. هذه حقيقة ربما في كثير مما درسناه في الدراسات التاريخية عن جمال الدين الأفغاني لا يلفتون النظر إلى هذه النقطة على وجه التحديد، أو ربما حتى دوره فيما يتعلق بالسودان وهذه المنطقة ما كان بارزا. فعلى كل، هنا طبعا استفز جمال الدين الأفغاني واعتبر هذا مطلب غريب، أنه أنا أتكلم عن تحرير أمتي وعن تحرير شعوبي وأن تخرجوا من هذه المنطقة وليست منطقتكم، والمسؤول عنها، هكذا قال لهم، المسؤول عنها بشكل مباشر هو السلطان عبد الحميد، فهو المسؤول عن ديار المسلمين وهو المسؤول عن مصر وهو المسؤول عن السودان، أخرجوا من هذه المنطقة. فقال كيف تريدون منا أن نكون أدوات في أيديكم؟ نريد أن تكونوا أدوات في أيديكم. فقال جمال الدين الأفغاني عندما طلب منه هذا التكليف، قال تكليف غريب وسفه في السياسة ما بعده، أسمح لي يا حضرة اللورد أن أسألك، هل تملكون السودان؟ يعني أنت كلورد بريطاني، هل تملك السودان حتى تريد أن تبعثوني إليه حاكما وسلطانا؟ يعني السودان له رجاله وله قادته وله زعماؤه، يعني ليست بريطانيا من ينبغي أن تحدد من الذي يحكم السودان. لكن للأسف الشديد طبعا يا إخوان، هذه العقلية البريطانية التي هي كانت في يوم من الأيام نازلة بجيوشها ونازلة بلورداتها ونازلة بساستها على شعوبنا، هي ذاتها بريطانيا التي تتحكم الآن تقريبا في عدد من الدول أيضا من خلال سفاراتها. فلو رأينا الآن المشهد في السودان والتأثير فيه، ستلاحظ أن هذه الإشكالية يعني صحيح خرجت القوات البريطانية، ولكن لم يخرج النفوذ البريطاني من كثير من بلداننا، والسفير البريطاني يكاد يكون اللاعب الأساسي في كثير من المواقف. هذه واحدة على كل من الإشكالات. لكن جمال الدين الأفغاني قال من أنتم حتى تعينوني شخصا يقوم على أمر السودان وعلى حكم السودان؟ فقال لهم مصر للمصريين والسودان جزء متمم لها، وصاحب الحق فيهما الخليفة الأعظم جلالة السلطان عبد الحميد الثاني، حي يرزق ولديه من الجيش المادي والمعنوي ما يتذلل معه كل صعب وفتنة في الكون الإسلامي وأجزاء ممالكه. يعني أي قضية فيها مشكلة في منطقة إسلامية، هذه مهمة السلطان عبد الحميد وليست مهمتكم أنتم كبريطانيين. ثم على كل تم استدعاء الأفغاني بعد ذلك من قبل السلطان، وحصل على كل ما ذكرت من لقاء الرجلين. ظلت العلاقة عموما ما بين السلطان عبد الحميد والأفغاني إلى عام 1314 هجرية 1897، حيث توفي جمال الدين الأفغاني هنا في الأستانة. وعلى كل ملابسات وفاته فيها الكثير مما يمكن أن يقال، ولكن خلاصتها عموما هو قد يكون هنالك تأثير في موته، سواء كان مسموما مقتولا حاصل فيه تأثير. وهنا تذهب طبعا التحليلات إلى مذاهب شتى، منهم من يتهم السلطان نفسه عبد الحميد، منهم لا من يتهم مثلا حكام إيران في ذلك الوقت، لأنه كان يقال له تأثير في ثورة في ذلك الوقت قامت في إيران وخرج من إيران مطرودا. وعلى كل كانت الاغتيالات في المنطقة سائدة، فليس بعيدا أيضا أن يكون هنالك تأثير خارجي في اغتيال، لأن اتهام السلطان عبد الحميد لا تعززه طبيعة المذكرات التي تركها جمال الدين الأفغاني وما كان يكتبه، وعن الثناء الذي كان يعني يتكلم به عن السلطان. يعني العلاقة بينهم كانت إلى حد كبير علاقة حميمية، ولم يكن فيها ما يريب حتى يتم التخلص منه من خلال رجالات السلطان عبد الحميد. نأتي بعد ذلك إلى الشخصية الثانية من رجالات الإصلاح والتجديد في الفكر الإسلامي والنهضة الإسلامية، وهو تلميذ الإمام محمد، تلميذ جمال الدين الأفغاني، تلميذه الإمام محمد عبده، الذي عاش في الفترة من 1849 إلى 1905. يعني نلاحظ بأن جمال الدين الأفغاني توفي 1897 والإمام محمد عبده توفي 1905، يعني بينهم تقريبا 8 سنوات. لكن نلاحظ بأن محمد عبده كان من الذين تأثروا تأثرا عميقا بشخصية جمال الدين الأفغاني، وكان يقول بأن والدي ترك لي فلان وفلان وفلان من الإخوة والأخوات، ولكن يقول جمال الدين الأفغاني استطاع
أن يربطني بمحمد عليه الصلاة والسلام وعيسى عليه السلام وموسى عليه السلام وإبراهيم عليه السلام، يعني يقصد بأنه ربطه بالعمق الرسالي في هذا الدين العظيم، إن الدين عند الله الإسلام. فشخصية يعني جمال الدين كانت مؤثرة على تلميذه محمد عبده، وبالفعل حمل الراية من بعده جمال الدين، من بعد جمال الدين حملها الإمام محمد عبده، ولكن ليس من خلال الثورة السياسية. هنا نلاحظ بأن شخصية محمد عبده هي شخصية العالم الهادي المربي الذي يميل إلى التجريد والتفكير، وما كان يبدو أنه ميالا إلى العمل الثوري السياسي. وأحسب والله أعلم بأن عدم ميل الإمام محمد عبده للثورة السياسية هو ما حصل له من صدمة وانتكاسة بعد الثورة العرابية. وهم طبعا جمال الدين ومحمد عبده كلاهما ساهما في هذه الثورة، وكانوا يراهنون عليها كثيرا. فبعد أن هزمت الثورة وتم احتواء المشهد من البريطانيين، وحصل في تلك الفترة طبعا بعض المآخذ ما بين أيضا السلطان عبد الحميد وعلاقته بأحمد عرابي، فهنا يبدو أن الإمام محمد عبده اتجه اتجاه آخر، وهو أن يهتم بالعمل التربوي والإصلاح الفكري ومسألة المناهج، لدرجة أنه كان يقول ماذا تفعل أمة جاهلة، أمة فقيرة، أمة لا تعرف النظام، أمة لا تعرف، يعني عنده على كل عبارات قاسية على الشعب المصري. وكان يقول بأن والله الذي لا يستطيع أن ينظم مدرسته أو ينظم قريته أو ينظم مدينته، كيف له أن ينظم دولة أو يرتب نظاما سياسيا كاملا. فكان يعني شبه وصل قناعة إلى أن الإصلاح السياسي سابق لأوانه، وإلى أن الثورة السياسية التي كان يتطلع إليها جمال الدين الأفغاني هذه ثورة مثالية، هكذا كان يتصور. لكن يبقى هنالك أيضا السؤال، وهو هل يمكن أيضا الإصلاح الفكري والتربوي والمناهج التي تتطلع إليها سيادة محمد عبده في ظل أيضا قوى الاحتلال والهيمنة المحتلة التي تدخل بطبيعة الحال في المناهج نفسها في نهاية المطاف. لكن دعونا نقول بأن جمال الدين كان منهجه ثوريا، ومحمد عبده كان منهجه تربويا هادئا، ويبدو نهاية حياته انتهت بهذا الشكل. يعني حتى لو كان في البدايات ممن يرون الإصلاح السياسي، لكن في النهايات مال إلى قضية الإصلاح الفكري والتربوي والمناهج. وهنا طبعا سنلاحظ بأنه كان يركز في عملية الإصلاح التربوي وإصلاح المناهج من خلال المؤسسات. هذه مسألة مهمة، يعني من خلال المؤسسات. فمثلا هو كان يراهن على مؤسسة الأزهر وعلى مؤسسة الإفتاء في مصر، وكان يراهن على المعارف. وهنا قدم حقيقة الكثير من الأفكار فيما يتعلق بإصلاح الأزهر، ففي ظله تقريبا نشط الأزهر بشكل، لأنه هو تولى مشيخة الأزهر، تولى كذلك الإفتاء. فجمال الدين فمحمد عبده من خلال مؤسسات الدولة المصرية استطاع أن يحدث الكثير من الإصلاح الفكري والإصلاح التربوي والمناهج، بل تجاوزت فكرة الإصلاح أن الإمام محمد عبده إلى الحالة في مصر ليقدم مذكرة ومسودة متكاملة حول كيفية الإصلاح التربوي وإصلاح المناهج في الولايات العثمانية. وقدم هذه المذكرة إلى الأستانة وإلى السلطان العثماني في ذلك الوقت، ووصلت فعلا مذكرات الإمام محمد عبده، وقد أثنى في مقدماتها على الإمام أو على السلطان عبد الحميد الثاني، ثم وصلت على كل مسألة المناهج إلى الدولة العثمانية. ويبدو أنه أخذ بالكثير من الأطروحات التي كان ينادي بها محمد عبده. ومحمد عبده باختصار شديد جدا كانت فكرته تقوم، يقول نحن محتاجين إلى ما يمكن الآن أن نسميه بقضية الأصالة والمعاصرة. كيف نستطيع أن نعود إلى أصولنا من كتاب وسنة وتحرر من العقل التقليدي والمذهبية والجمود؟ فنحن بحاجة إلى العودة إلى الأصول، وفي نفس الوقت نحن بحاجة إلى الاجتهاد والتجديد. الاجتهاد والتجديد الذي يجيب على تساؤلاتنا المعاصرة، يجعلنا نواكب المستجدات الحالية ونجعل هذه المستجدات كلها خاضعة لحكم الأصل من كتاب وسنة، وليست خاضعة لأحكام الرجال أيا كانوا هؤلاء الرجال فقهاء غيرها، لكن ما كان يميل عموما إلى هذا الاتجاه. فنلاحظ بأن محمد عبده
كانت له يعني تأثير كبير جدا، وفي عهده خرجت العديد من المسودات العلمية، وكان دائما يحرص أن يخرج كنوز التراث التي تذهب في الاتجاه التجديدي واتجاه التحديث. فمثلا من الكتب المهمة جدا التي كان للإمام محمد عبده دور كبير في إخراجها والإشارة إليها والاهتمام بها، مثلا كتاب الموافقات للعلامة المالكي الكبير القرناطي العلامة الإمام الشاطبي أبو إسحاق الشاطبي. نلاحظ بأن كتاب الموافقات فيه طبعا العمق المقاصدي، فيه نظرية المقاصد، وهذه من النظريات التي إلى حد كبير تساهم في توسع المدارك بالنسبة للناظر في علم الأصول والناظر في قضايا الأمة ومشكلاتها، بحيث يستطيع فعلا أن يتعامل بروح الشريعة وعمق الشريعة وسعة الشريعة. هنا باختصار أريد أن أقول به نقاط، مثلا في 5 نقاط. ما هي باختصار مدرسة محمد عبده، على ما كانت ترتكز؟ ما هي مرتكزات وأسس محمد عبده باعتباره واحد من الأئمة الذين أسهموا في قضايا الإصلاح الفكري والسياسي؟ أهم شيء كان يدعو للأصول الشرعية من كتاب وسنة ونبذ التقليد وإحياء الاجتهاد. ثانيا كان أيضا يعمل على محاولة التوفيق بين قيم الإسلام والحداثة المدنية. هذه يعني على كل هذه كانت واحدة من الرؤى التي كان يراها الإمام محمد عبده. يقول نحن عندنا مشكلة كبيرة جدا في النهضة، الغرب تجاوزنا كثيرا في الصناعة، تجاوزنا كثيرا فيما يتعلق بالقيم الدستورية، تجاوزنا كثيرا في القيم السياسية، استقرار مجتمعات الغربية. فعلى كل كان يرى كيف نستطيع أن نوفق ما بين أصالتنا وهويتنا الإسلامية وما بين المواكبة لهذا العالم المتسارع الذي في حقيقة الأمر لا يرحمنا ولا ينظر إلينا، بل يتجاوزنا ويسحقنا سحقا. ثالثا كان أيضا يميل إلى فكرة الاعتدال السياسي والإصلاح الديني والتربوي والاجتماعي عبر المؤسسات. هنا طبعا لما أتكلم عن قضية الاعتدال السياسي ربما يراها بعض الناس بأنها هي في حقيقتها ليست اعتدالا، ولكنه نوع من الانبطاح أو نوع من التنازل، ولكنه في تلك اللحظة التي هزمت فيها الثورة العرابية تم فيها السيطرة الكاملة للبريطانيين ومن والاهم بطبيعة الحال في تلك الفترة، وقمع الثوار وتمت ملاحقة الكثيرين وأبعد كما ذكرت يعني كثير من الرجالات. هنا طبعا كأنما استطيع أن أقول بأن الإمام محمد عبده أراد التصالح مع السلطة السياسية القائمة في سبيل أن يمرر نظريته التي يؤمن بها. هو حدد المشكلة بأن والله مشكلتنا مع بريطانيا ليست أنه والله بريطانيا فقط غزتنا، لا، لأنه في قابلية أنه نحن أصلا نغزى، في قابلية للاستعباد، في قابلية للاستحمار كما يقول مالك بن نبي المفكر الجزائري. القابلية للاستعباد هي التي تجعل الآخرين يحتلونك، القابلية للاستحمار هي التي تجعل الآخرين يجعلونك حمارا، وهكذا. فكما قال مارتن لوثر: إذا لم يكن ظهرك منحنيا فلا أحد يركب على ظهرك. فهذه يعني الفكرة المركزية عنده بأن والله نحن عندنا مشكلات تخلف في ديني، عندنا مشكلات تخلف سياسي، تخلف فكري، تخلف على مستوى المدنية، وبالتالي لا بد نحن في ظل هذا الوضع الموجود أن نهادن السلطة القائمة ثم نتعايش معها بطريقة من الطرق. فما كان على طريقة شيخه اللي هو النمط الثوري الذي يرى إخراج المحتل ولو بكل أشكال الثورة الموجودة. رابعا قدم اجتهادات عديدة. عموما جمال الدين يعني الإمام محمد عبده قدم اجتهادات عديدة تجاه قضايا المرأة والأسرة. في ذلك الوقت الذي كان فيه محمد عبده كانت عموما هنالك فتنة هائلة جدا، فتنة الحداثة وأطروحات الحداثة وأطروحات العلمنة فيما يتعلق بقضية المرأة وقضية الأسرة. فعلى كل الإمام محمد عبده قدم رؤية متقدمة إلى حد كبير، ولكن قد يتفق الناس عموما مع تلك الرؤية ويختلفون. أن هنالك أيضا بعض الأطراف كانوا يشكلون تلامذة بالنسبة له، أخرجوا بعض الكتب تتحدث عن المرأة ولكنهم شطحوا فيها. فعلى كل الإمام محمد عبده كان يرى إلى أننا لا نترك الحداثة والمدنية التي تفرض علينا التغيير، علينا نحن أن نبسط رؤيتنا الشرعية كما هي في كتاب الله، بعيدا عن تقاليد المجتمع وبعيدا عن المؤثرات البيئية، ولكن علينا أن نتعامل بالأحكام الشرعية. خامسا نلاحظ بأن طبيعة أطروحات الإمام جعلت من تلامذته يسيرون في اتجاهين.
إن شاء الله هذه النقطة تحديدا يمكن أن نقف عندها، وتكون لنا بإذن الله سبحانه وتعالى حلقة قادمة في موضوع الإصلاح الفكري والسياسي. فنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.